السلام عليكم. طبعا كلنا متابعين موسم الرياض والاحتفالات اللي بتحصل فيه، واكيد كلنا شفنا الصورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي. الصورة دي قامت عليها ضجة كبيرة قوي في العالم الاسلامي، لان بمنتهى البساطة الحزام او شكل الحزام اللي معمول بيه السيف ده، اللي هو السيف اللي قدام حضرتك ده على وسط المغنية اللي قدامك، ده اشهر سيف في الاسلام. السيف ده بنسميه سيف ذو الفقار. تعال احكي لك قصته ايه، وتعال نفهمها بالتفصيل. السيف ده أصلا كان سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد معركة بدر إهداس الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. أصل السيف بينسب لواحد اسمه منبه أو منبه ابن الحجاج. الراجل ده كان من أكتر الكفار اللي بيكرهوا الإسلام، لدرجة إن هو كان كل ما بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان بيقول له هو ربك ما لقاش غيرك عشان يبعتك. وكان بيحتقر جدا الدين الإسلامي، وكان من الناس اللي اشتركت عندي في غزوة بدر. وبعض الأقاويل بتقول إن هو تم قتله على إيد علي بن أبي طالب، والسيف فضل مع الرسول ثم أهداه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب خد السيف، والكلام ده طبعا كله اللي أنا جايبه ده موثق عندي في كتاب اسمه كتاب الكامل في التاريخ. ثم خد السيف وفضل مع علي بن أبي طالب محتفظ بيه لغاية يوم فتح مكة، ودخل بيه مكة. وقصة السيف انتهت عند الحد ده، ولكن ذكر في كتاب الطبري ان انا عندي السيف ده ظهر مرة تانية مع احد الناس اللي كانوا من سلالة علي بن ابي طالب. الراجل ده بيقول وهو بيحارب الحجاج بن يوسف الثقفي تم قتله وهو بيحمل السيف ده، ثم اتاخد منه السيف واختفى السيف واختفت حكايته الى الان. طبعا السيف ده من اشهر السيوف المذكورة عندي في الاسلام، واللي مشهور جدا بالشكل بتاعه زي ما انت شايف، وبالتالي ده كان السبب الرئيسي في الضجة اللي حصلت عندي. لا حول ولا قوة الا بالله.